اهلا بيكم مره تانية في حلقه جديده. هنتكلم النهارده عن تطبيق انستا باي، وهنعرف ازاي نعمل كشف حساب الكتروني للحساب الرئيسي اللي مربوط على تطبيق انستا باي. ومن خلال كشف الحساب ده نعرف الحركات الداخله والخارجه على الحساب اللي احنا عملناها على التطبيق. بس قبل ما اكمل الحلقه، يا ريت اللي بيشوف الحلقه اول مره سبسكرايب للقناه، اشترك في القناه ولايك وشير الفيديو، وتعال نكمل الحلقه مع بعض. اول حاجه هنعملها ان احنا بنخش على التطبيق زي ما احنا شايفين، وبعد كده برضو بنيجي بنقوم ضاغطين على الحساب ذات نفسه، بنضغط على الحساب ذات نفسه بيدخلنا على الصفحة اللي احنا شايفينها قدامنا دلوقتي. بنختار من ضمن الاختيارات فيها كشف الحساب، بيطلب مننا ساعتها اللي هو الرقم السري للدفع، اللي هو مكون من 6 ارقام. بندخل ال6 ارقام وبعد كده بنعمل انتر. بيظهر لنا زي ما احنا شايفين الحركات اللي تمت على الحساب. تمام. الحركات زي ما احنا شايفين، عيبها الوحيد في عيب كشف الحساب ان هو بيجيب لك مبالغ فقط لا غير. والزائد معنى كلمه الزائد دي معناها اضافه. ماشي، يعني الزائد دي معناها اضافه، والماينس او كلمه الناقص دي معناها ايه؟ خصم. ده خصم تم من الكارت، او دي اضافه تمت على الكارت او الحساب الرئيسي اللي موجود. عيب الطريقه دي ان هو بيجي يظهر لك مبالغ فقط لا غير، وما بيظهرلكش التفصيل الموضوع اللي موجود، يعني تفصيل التحويل ده عباره عن ايه. يعني هنا مثلا مبلغ زي ده مثلا 229 بالماينس، ده مش معروف عباره عن ايه، بس ده معروف ان هو مشتريات مثلا. ده هنا ظهر ان هو تحويل من حساب لحساب، يعني حد محول فلوس للشخص اللي موجود. لكن بالنسبه مثلا الحركات الصغيره اللي موجوده دي، ما تعرفش اذا كان مثلا ايه ده، خصم ولا سحب من مكنه ولا مشتريات او كلام من ده. ولو في مشتريات ده مش، ما انتش عارف الجهه، لانه مش كاتب لك الجهه، هو كاتب لك حركه ريتيل تقدر، يعني معناها ان هو سحب من الايه، يعني حركه تجزئه وخلاص، مش اي حاجه اكتر من كده ولا اقل. تمام. فهنا عيب الموضوع ان هو بيجيب لك بالفعل الحركات اللي موجوده على الحساب، ولكن ما بيوضحلكش البيان بتاع عشان تقدر تفهم من خلالها الحركات دي راحت فين او عباره عن ايه. تمام. طبعا بنستفيد من الحركه دي برضو، ان انا برضو ده بديل لكشف الحساب، اقدر من خلاله اعرف حركات الدفع اللي خارجه او اللي داخله على الحساب عامله ازاي. وبرضو عشان خاطر ان انا لو في حركه دفع انا شاكك فيها، او ان انا عايز اعرف تمت ولا لا، هنا بيوضح اذا كانت هي تمت ولا ما تمتش. اتمنى تكون الحلقه فادتكم، وان شاء الله اقابلكم في حلقه جديده، ومع السلامه.